اليوم حقوق، الكون الحق بكل تعيشوا الحياة السليمة، الحياة الصح، الكون الحق في التعليم، الكون الحق في الصحة، الكون الحق في التعبير، الكون نملي. برافو عليكم يا حبايبي، والله انتم شاطرين. بالنسبة للفعالية اللي نحن حاليا عم بنقوم فيها تحت شعار التعافي والحماية والتنمية والتوعية من أجل طفولة سليمة، يلي بدأت حملتنا فيها في 22/8 على مستوى شمال شرق سوريا، وتم إعلان عنا كمان في شمال شرق سوريا. الحملة عم تستهدف فئة الأطفال العمر القاصر وما تحت. بالنسبة للفعاليات اللي نحن عم نقوم عليها، وسبب هاي الفعالية هي معرفة الأطفال حقوقهم، ومعرفة الأهالي إنه الأطفال صار في لهم حقوق وقانون يحمي الطفل. الطفل من حقه إنه يمارس حياته بشكل طبيعي مثله مثل أي إنسان. من حقه يدرس، من حقه يتعلم، من حقه يحكي بلغة الأم. من أجل هذا الشيء نحن قمنا على هاي الفعالية على مدار 3 شهور. طبعا الفئات هي المستهدفة أو اللي قامت على استهدافها هيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة هي عوائل الشهداء، أطفال عوائل الشهداء، مراكز التنمية اللي تابعة لهيئة المرأة، حضانات اللي تابعة لهيئة المرأة، عوائل الشهداء، الأطفال التسول بعد التأهل، بعد تأهيل الأطفال، ذوي الاحتياجات الخاصة، مع المنظمات، مع الأيتام. يعني عم نحاول نستهدف جميع الأطفال. وهلا حاليا حاطين ببرنامجنا كمان استهداف مرضى أطفال مرضى السرطان، كمان بدنا نشملهم بهي الفعالية كونهم هن كمان أطفال. الفعاليات اللي قامت عليها هيئة المرأة كمكتب حماية الطفل هي عديدة. أول شيء بلشنا بمراكز تنمية الطفولة المبكرة لهيئة المرأة، وعلى هذا الأساس قمنا بفعالية، وفعالية كانت من النوع الجيد جدا. بعدها قمنا باستهداف أطفال عوائل الشهداء بفعالية كمان للأطفال عوائل الشهداء، وتم التنسيق مع منظمة بيام للأيتام بمنطقة عمودة واستهداف أطفال الأيتام وعمل فعالية للأطفال. حاليا كمان عم ننسق مع هيئة التربية لإعطاء بعض المحاضرات للأطفال بالمدارس ومراكز التنمية الطفولة المبكرة عن كيف أحب مدرستي، إنه الطالب شلون بده يحب مدرسته، شلون بدنا نخليه الطالب يتشجع إنه يجي على المدرسة. كمان بالتنسيق مع هيئة الصحة رح نعمل فعالية ونعمل برنامج، ورح يكون في ورشة تدريب عن النظافة الشخصية للأطفال، كونه ابتداء مدارس والطفل لازم يكون حريص من ناحية النظافة. مشان هيك كمان نسقنا مع هيئة الصحة، وإن شاء الله الفعاليات الجاية كمان رح يكون البرنامج واسع. لسه في عنا طبعا فعاليات كتير واسعة. طبعا نسقنا مع هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعملنا فعالية مع ذوي الاحتياجات الخاصة. برنامجنا رح نكمله هو رح يكون في كرنفال على مستوى منطقة الحسكة والقامشلي، والكرنفال رح يكون بمدينة القامشلي. رح يكون في عنا مفاجأة. المفاجأة رح تكون إعلانها بيوم الطفل العالمي. رح نعلن عن هاي المفاجأة. طبعا نحن مخلينا حاليا. طبعا نحن بكل حملة عم نوزع هدايا بسيطة للأطفال. هي الهدايا مجرد إنه قصص عن الطفل وللأطفال، ومجرد صور صغيرة فيها عن حقوق الطفل، مع شوية لوجستي يعني للأطفال، مع الدبك، مع الرقص، مع التعامل. وكأنك لما تتعاملي مع طفل تتعاملي أنت كطفلة، من الرقص والغناء للأطفال، المشاركة معهم، التزيين، وضع الأطفال، التقرب منهم. يعني هلا نحن عندنا 17 حضانة، 7 مراكز تنمية على مستوى الحسكة والقامشلي. تم التزيين جميع الحضانات وجميع مراكز التنمية، وطبعا نحن كل يوم في عنا فعالية. أنا حابة إنه الشيء اللي نحن عشناه، الشيء اللي هن عاشوه ما يشوفوه، يعيشوا حياة سليمة. عن جد إنه كل بند بحقوق الطفل لازم الأهالي ونحن كرفاق بالإدارة الذاتية نمشي عليه ونحقق لهم طموحهم وآمالهم، وما يعيشوا حالة الحرب اللي عاشوها هن.